ارتفاع جنوني في أسعار السلع التجارية بالإضافة للخضروات والمواد الغذائية تشهدها أسواق شمال وشرق سوريا، أثرت بشكل رئيسي على كافة مناحي الحياة في هذه المنطقة. بنتعرف على الاسم والكنية. محمد سعيد وسكان. شو وضع الأسواق عندكم بالدرباسية اليوم؟ والله بالدرباسية غراض كله صار نار، تروح على الصندلية نار، تروح على خضرة نار، كل شيء نار. هدام البيت يا أخي، والله هدام البيت. هل أصحاب المحلات ما عم يقولوا لكم شو الأسباب ارتفاع الأسعار هاي؟ إيه والله هم بتحكي معاه ويقول دولار راح. حدا ما خربنا من غير الدولار. يعني أقسم بالله نريد نشتري بندورة أو كم غراد، حق غراد ما في أبدا. يعني صار نار نار نار. كيلو فروج ب1900، بندورة ب700 ب800. يعني ما نعرف نروح عند من يشتكي. الأسباب انه الشيء غالي خلو، الاسباب انه الشيء الدولار طالع، بلكي الله سبحانه وتعالى ينزل هالدولار شويه. أيوة. وشويه الله بلكي شويه الامور ان شاء الله ترجع مثل اولي، وان شاء الله هالشيء يرخص شوي، بلكي انه نسال الله سبحانه وتعالى ينزل هالدولار شويه، بلكي وان شاء الله الامور على نحو الافضل. أسباب انهيار الليرة السورية؟ الدولار غالي شوي، الدولار بلكي انه الله سبحانه وتعالى ينزل هالدولار شوي، وبعدها ان شاء الله ترجع الامور مثل الاولي، وان شاء الله نتامل الخير، ان شاء الله نتامل الخير ان شاء الله تعالى. ان شاء الله يعني ينزل. بس شو هالدولارات شو يخرب بيتنا ما نعرف شو السبب يعني. ابدا يعني خرب بيت بالنوب. عم الحاج حابين نتعرف على الاسم والكنية ومن أنو منطقة أنت؟ شريف حسن من تل كرم. شو أخبار الأسواق عندكم هون؟ الأخبار غلاوة، معيشة صعبة أولا، وثانيا العامل ما عاد يعيش. أولا غلاوة، ثانيا الحصار، يعني العالم اهتلك، المعيشة صار صعبة. فهمت علي؟ شو نازل تشتري اليوم من السوق وكيف لقيت الأسعار؟ والله هنا الأسعار كلها غالي، كلها ما يتدبر، وين ما رحت غالي بشكل مرتفع، مو بشكل وسط، غالي. شكرا كثيرا. أهلا وسهلا. والله الأسواق مدينة الدرباسية طبعا كانت الدرباسية مسكرة الطرقات، وهسه فتحوا البلد، فالاسعار كلها تقريبا شبه النار. الاسعار كلها غاليه، ونجي اي شيء بدنا نشتريه من البلد السعر غالي، اي شيء بيعنا اياه على الدولار طبعا، فالاسعار كلها غاليه وبيزداد الارتفاع اكثر. ما بتسالوا انه شو سبب سعر هالغلاء من صاحب المحل، انه شو سبب سعر؟ لا اكيد نسال صاحب المحل على طول يقول لي الدولار ارتفع، يعني على طول اي شيء مثلا شفافه الزيت كنا نشتريها ممكن 3000 او 4000، يقول لك الدولار ارتفع الحين صار سعرها 6000. طيب بغض النظر عن الدولار او صاحب المحل، انت برايك ليش هالاسعار عم ترتفع يعني؟ والله الاسعار عم ترتفع لانه مسكرات، الطرقات كلها مسكره وما في شيء موارد تدخل على السوق، فاكيد راح يحتكرون السوق وراح الاسعار كلها غاليه. خالتي مرحبا. اهلا. ممكن نتعرف على الاسم والكنية؟ والله من مسعده من الاسديه يعني. ايش ناس يتسوون اليوم بالسوق؟ والله نشتري اغراض يعني للبيت وزين حلويات العيد وشغلات. ايه شلون شايف الاسعار؟ شلون شايف؟ والله اخوي قلها زياده والله. اي والله يعني اكثر من نص القيمه فوق. اي والله غالي بالحيل. اي والله، وتعرف الوضع والله ما يسمح وقصب عنا يعني. طيب التجار المحلات ما يقولون شنو اسباب هالغلا هذا؟ يقولون نشتري غالي نبيع غالي، هيك يقولون. ما نعرف عاد كذب صحيح ما نعرف. ايوه وهذا العمل والله. شكرا كثير. يا اهلا وسهلا بكم، يا اهلا وسهلا بزيارتكم لبلدنا. أنا اسمي خضر حاج أحمد من بلدة الدرباسية، ناحية الدرباسية. يا أخي والله الأسعار مرتفعة للنهاية، ما لها قرار. يعني الدولار ب1610 ليرات، ليرة السورية ماتت، الفقراء ما عاد يقدر يعيشوا. تصدق
إذا الفقير يمكن من شهر لشهر ما يقدر يأكل فروجة. الكيلو الفروج ب 1800 ليرة سوري. تمد إيدك على أي غرض يقول بدولار. أما بالنسبة للمزارعين، المزارعين إذا هالسنة فلحوا وزرعوا أراضيهم سنة النوم تصدق ما يزرعوا. إذا الدولار كان ب 460 ليرة سوري كان كيلو الحنطة ب 1180 ليرة. السنة الدولار ب 1610 ليرات، كيلو الحنطة الزيرو 225. غلاء هالاسعار اللي موجوده بالاسواق، غلاء لا ما لها نهايه. غلاء تجي على الغرض اسبابها كله الدولار مرتفع. اذا الدولار ما ينزل نترجى من اداره الذاتيه يسالوا على الدولار يوقفوا اسعار الدولار ينزلوها. انه علبه الزيت ال4 كيلو العالم تاخذها ب 1700، هلا صارت ب7.5. والله كثير عالم ما عندهم يشتروا علبة زيت وماتوا من الجوع. هاي الحقيقة. يعني كل شيء غالي بهالسوق، ويعني أولاد يريدون ثياب العيد وهالشغلات وكل شيء غالي. يعني لازم يعني العالم شوي يرخصون، مو صار هم كل شيء غالي والأولاد يريدون حويس العيد. كواحد ايش يساوي؟ ايه؟ يعني الخضرة غالي والعالم صايمين ويريدون لباس العيد، وايش واحد ايش يساوي؟ واحد يحير، يجي على السوق يحير. ويعطيكم عافية. لازم يعني سكنوني على هالوقف الدكان وهالشغلات، يعني يرخصون. والله العالم يعني ما يعرفون ايش يشترون، والولاد كله يبكون ويريدون الغراض. يعطيكم العافية. تعرف أول الأزمة كان 50 ليرة، ارتفع شوي هلا يعني ما عاد يسيطر عليه، صار 1600. وهالشيء أثر على غلاء المواد يعني والقوة الشرائية. استمرار الحرب، في صراعات دولية، يعني صراع أمريكي روسي يعني يأثر على الدولار والحصار اللي على سوريا. شكرا لك. يرجع أهالي مناطق الشمال وشرق سوريا أسباب الارتفاع الجنوني لأسعار السلع التجارية بالإضافة للخضروات والمواد الغذائية إلى أسباب سياسية وانهيار قيمة شراء الليرة السورية، ولا سيما بعد تلويح الولايات المتحدة الأمريكية بعقوبات إضافية على البلاد تحت مسمى عقوبات قيصر.